ايوه اخيرا جبت مايك جديد. عايز بقى اسمع مبروك من كل واحد بيشوف الفيديو تحت في الكومنتات، وبالمره دوس على اللايك. قبل ما نبتدي احنا المفروض هنعمل سبيريس باتس، بس في 3 اطعمه ما جبناهمش، فلو لقيناهم هنعمل لكم ريل على الانستجرام او ننزلوا شورت على اليوتيوب. فتابعنا على الانستجرام، بنعمل فيديوز حلوه قوي في اماكن مش بنحطها على اليوتيوب. فتابعنا على الانستجرام، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن وهسيب لكم الاسم هنا ظاهر على الشاشه دلوقتي. حلقه النهارده هنجرب سبيروس باتس وسينا كولا زي ما انتم طبعا شفتوا في الصوره. اول حاجه وقبل ما نبتدي عايزين نقول كده كلمه للتجار او سبيروس باتس. بصوا يا جماعه، انا جبت ال4 دول ومعاهم دي لتر لسه نازله جديد دلوقتي. بصوا دول من اماكن مختلفه وبسعر مختلف. هي المفروض ب 8 جنيه، انا جايب واحده ب 12، واحده ب 13، واحده ب 15، مفيش واحده ب 8 جنيه، واللتر لسه نازل ب 20 جنيه. وزي ما انتم شايفين الكواليتي كنترول بتاعها مش احسن حاجه، دي مليانه على الاخر، دي ناقصه شويه، دي زياده سنه. يعني اول حاجه محتاجين كواليتي كنترول قبل اي حاجه، الاسعار وفي الكميات كمان. طبعا السبيروس باتس نازله بقى لها حبه والناس كلها كانت عايزه تجيبها ودور عليها مش لاقياها، بس احنا حابين نعمل فيديو اول ما تبقى تنتشر شويه كده. هي دلوقتي المفروض منتشره مقارنه باول ما نزلت خالص، قلت دلوقتي نقدر نجربها ونعمل ريفيو عنها. وكمان في الفيديو ده هنجرب سينا كولا بعد سبيروس باتس. يلا بينا نبدا الحلقه دي هنبتدي نجرب تقييمات جديده كده، وبقول لنا رايكم برده في الكومنتات، حلوه نكمل بيها ولا نغيرها. بعد ما هنجرب كل منتج هنقول تقييمنا بالظبط. تقييماتي كالاتي، هقول لك ان حاجه عاديه يعني ولا وحشه ولا حلوه، شغاله يعني، او حلوه او جامده جدا، وفي تقييم ان انا ما اجيبهاش تاني. اول حاجه معانا اليوسفي. طيب هي الحقيقه الصودا بتاعتها جامده جدا، طعم اليوسفي فيها حلو مش وحش، دي تقييمها كله على بعضه اديها حلو. تاني واحده معانا بالليمونادا، مكتوب عليها ليمونادا، فدي تقريبا هي بتوديني كده ل7 وسبرايت، الصودا مبشره. دي بالظبط بالنسبه لي تيبيكال سبرايت، لان الليمون فيها عالي قوي، يعني هي طعم الليمون فيها قوي والصودا فيها حلوه جدا، انا بتفكرني جدا بسبرايت، فدي اديها حلو برضه. هنسيب دي الاخر لان دي حبيبتي قوي. هنجرب الخوخ بالنسبه لي المرجع بتاعي برضه شويبس خوخ، هنشوف هي ولا مش هي. طيب هي نفس الصودا قويه، بس طعم الخوخ يعني بسيط ومدي على سكر سنه كده، مش وحشه بس عاديه، فدي اديها عادي. نفتح الاناناس، صوت الصودا سامعين؟ مبدئيا ريحتها اناناس قوي، ما نشوف طعمها زي ريحتها ولا اي كلام. تقييمي ليها الصودا بتاعتها قويه جدا برضو زي الباقي كله، بس الاناناس فيها عامل زي الاناناس بتاع طعم الاناناس العصير اللي هو زي بيتي وجهينه وكده، فانا بالنسبه لي ما عجبتنيش قوي، بس هي يعني عاديه، يعني بالنسبه لي عاديه. اخر واحده بقى ودي المشهوره جدا بتاعه سبيروس باتس، يا ترى نفس طعمها زي بتاعه زمان ولا اتغيرت؟ جامده قوي يا جماعه، جامده جامده جامده. لا التفاح الاحمر دي جامده قوي. طب يا جماعه بعد ما خلصنا كله فباين جدا ان دي اقوى حاجه فيهم، تمام. بعدها ال7 اليوسفي الاناناس، بعد كده الخوخ، وكده خلصنا سبيروس باتس. جت في دماغي فكره دلوقتي هعملها معاكم ومش عارف النتيجه تطلع ازاي. احنا عندنا شويه اناناس هنحط عليهم كل حبه من دول وهنشوف طعمه عامل ازاي. ده شكلها وده لونها عامل كده زي اللون بتاع الفوار بتاع البرتقال بتاع زمان. تعالوا نشوف طعمه عامل ازاي. طعمه حلو على فكره، يعني غريب ان هو عجبني، بس هو طعمه كوكتيل كده، طعمه غريب يعني، مش عارف اصدقوني ولا لا، بس هو مدي على طعم مانجا، لذيذ لذيذ. تاني حاجة هنجربها مع بعض السينا كولا. سينا كولا زمان كان طعمه بصراحة ما بيعجبنيش خالص، دلوقتي المفروض هو قال ان غير الجودة بتاعته والطعم بتاعه بقى احسن، فيلا بينا نشوف طعمه احسن ولا بيقول اي كلام. جبنا السينا كولا مشروب شعير اناناس، فدي هتودينا شوية كده المفروض لفيروز اناناس بقى وشويبس اناناس. سينا كولا اساسا، وسينا كولا ليمونادا دي المفروض يعني 7 اب بقى وسبرايت. فيلا بينا ندوق واقول لكم رايي بنفس التقييم. لو وصلت لحد هنا وانت يعني بصراحه مش عامل سبسكرايب عيب، يعني انزل اعمل سبسكرايب. حطش كتير عشان انا شربت كميه صودا، حاسس من لونه ان هو خفيف شويه بس هنشوف. لا طعم الصودا حلو مش وحش، بس مش قوي قوي، بس طعم الاناناس خفيف قوي وانا مش مستطعم اي شعير الصراحه، فيعني صراحه دي
اديها ما اجيبهاش تاني. تاني حاجه هنجربها سينا كولا ليمونادا. طيب هي الصودا بتاعتها مش وحشه مش بطاله، بس طعم الليمون فيه كده بصراحه مسكر شويه، يعني مش مدي طعم الليمون قوي. هي عاديه، يعني بين عاديه وبين ما اجيبهاش تاني. انا بصراحه ما اجيبهاش تاني، بس عاديه لان ممكن الناس تروح ليها شويه، يعني مقارنه بسبيروس باتس اللي احنا دايقينها لا، سبيروس باتس طبعا تكسب. فانا لو قدامي الاثنين اجيب سبيروس باتس. اخر واحده معانا السينا كولا، ودي كولا يعني نفسي تبقى هي فيها، يعني يركزوا عليها وسابوا بقيه الاطعمه اللي هي الفرعيه. طيب هي الكولا فيها مش قويه قوي، بس هي انا حسيت كده لما دقتها ان هي قريبه من طعم الكولا او البيبسي الدايت اللي فيها افتر تيست كده زي السكر. انا حاسسها عاديه، يعني مش وحشه ومش حلوه قوي يعني. وبعد ما جربنا كله قلنا لكم التقييمات بتاعتنا، فبصراحه سبيروس باتز بالنسبه لي منتج حلو جدا، بس هو مشكلته في ان مفيش كنترول على المنتج ولا في السعر ولا في الكميه. فعلى فكره المصريين كمان شويه وممكن يقاطعوا سبيروس باتز، فمن مصلحه المصنع ومن مصلحه التجار ان كل حاجه تبقى بسعرها. سبيروس باتز ممكن ينزل الازازه وعليها السعر بتاعها علشان انا وانا بشتري ابقى اقول له لا ده ب 7 جنيه او ب 8 جنيه، ولا ده يضحك عليا ولا ده يضحك عليا. فدي نصيحه مهمه جدا لشركه سبيروس باتز. وبس كده، احنا يعني كانت حلقه بسيطه سريعه، حبينا نعمل المنتج بعد ما بقى منتشر عشان ما فيهاش فايده لما انا اجيب المنتج وادوقه واقول لك حلو وانت تبقى عايز تجيبه وتقعد تدور عليه ما تلاقيهوش. عشان كده صممنا ان احنا نعمل الحلقه دي لما يبقى منتشر شويه. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه اكتر طعم انتوا بتحبوه في سبيروس باتز، واكتبوا لنا عايزين تدوقوا ايه تاني في الحلقات اللي جايه، مطاعم او مشروبات او سناكس. وبس كده، سلام.